مساء الخير، مرحبا، تحية لكم وللسادة المشاهدين وللسادة المشاركين معكم. شكرا لك أستاذ. احنا كنا نحكي قبل ما تتدخل معنا على المعلومات اللي جات في وكالة فرانس بريس، ويقول وأن يبدو أنه أنت عطيت المعلومة أنه أعوان الأمن المكلفين بحراسة مجلس نواب الشعب كانوا غايبين نهار وقوع الجريمة البشعة. قلت محيط المجلس كان خالي من الأمنيين، وأمن المتحف كان في مقهى ساعة وقوع الجريمة، واحد كان ياكل في كاسكروت وواحد غايب كومبليتمون. قلت الكلام هذا أستاذ؟ لا، اللي يتقال في الحقيقة في إطار أوسع من هذا. اللي يتقال هو نقل لبعض أخبار متضاربة، منها ما أثر على أداء السيد رئيس الحكومة عندما أشعر بأن النفرين كانا يلبسان لباس عسكريا، وقد تبين للسيد رئيس الحكومة أن من نقل هذا الخبر لم يكن صادقا، وتتالت علينا أخبار متعددة لتبرر دخولهما إلى مبنى البرلمان والمتحف دون أن يقع التفطن إليهما. وردت علينا نحن في البرلمان أخبار متناقضة، من بينها أن السادة المكلفين بالحراسة لم يكونوا متواجدين جميعا. لكن أنا عندما طرحت هذا الأمر طرحته في إطار تبرير ما ذهب إليه السيد رئيس الحكومة من تكوين من إحالة الملف على التحقيق للتثبت من مدى وجود إخلالات. لم أؤكد أي خبر ولم أنقص ببنت شفة لإثبات أن هناك خللا، وإنما لتبرير التناقضات في الروايات ومعرفة سبب دخولهما دون التفطن إليهما. قلت أنباء مختلفة وردت، منها ما أثر على السيد رئيس الحكومة عندما قال بأنهم يلبسوا لباس عسكري، ومنهم ما أثر علينا احنا النواب عندما قالوا لنا نقلا عن شهود عيال يدعون أنه ما كانش فما حراسة، لكن بقية الأنفار لم يحققوا ذلك. السيد رئيس الحكومة أخذ ذلك بعين الاعتبار في تصريحه الثاني، وأكد بأن الأمر سيحال على التحقيق للتثبت من مدى وجود إخلالات. والسيد رئيس الجمهورية اليوم ذكر أن هناك إخلالات، لكن هناك إيجابيات في الأداء المنسوب إلى السادة عوان الأمن وسمنه التونسيين جميعا. ونحن اليوم لسنا في موقع الإنقاص من قيمة أجهزتنا الأمنية والتقليل من قدرها وقدراتها وحرصها الوطني، وإنما نحن بصدد السعي لمعرفة أي إخلال يمكن تلافيه مستقبلا. إذا نحب نقول جنابكم ونقول السادة المستمعين بأني لست ناقلا لواقعة، وإنما ذكرت التضارب في الروايات المختلفة التي بررت عرض الأمر تحقيقا ستتثبت من ذلك. إذا نجم نفهم من هذا اللي أنت تكذب كل كلام اللي جاء على لسانك أستاذ عبد الفتاح؟ لا، نعم، لا، يعني تكذب كل ما جاء على لسانك اللي الناس نقلوه على ما قلته أنت. إذا تكذبوا الكلام هذا الكل؟ معلومة ثابتة، لأني لست محققا، وإنما قلت فما روايات متضاربة حيرتنا وإحنا أنفسنا تعجبنا كيفاش يمكن الوصول إلى بهو المتحف مدخل البرلمان. والروايات اللي تهافتت منها ما سمعته الآن وأنا كنت في بلاتو إحدى التلفزيات عن فن الروايات السابقة، وهذه الروايات تحتاج إلى تحقيق. فأنا لست مؤكدا لرواية محددة.